السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط اللايك عشان النهاردة في الحلقة ديت هنعرض لكم تشكيلة القلعة الحمراء لمواجهة القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا. وانا عارف المباراة هتبقى صعبة، بس لازم لعيبة النادي الأهلي يخشوا المباراة يقاتلوا من أجلها لخطف الثلاث نقاط عشان يتأهلوا إلى الدور اللي بعد المجموعات دي. لعيبة النادي الأهلي يبقى عندهم روح وثقة ووثائق بالله سبحانه وتعالى. لازم اللعيبة يعودوا لتركيزاتهم ويعودوا مكاناتهم التهديفية. أنا عارف إن المباراة تبقى صعبة، بس مش هتبقى على صعبة على النادي الأهلي. مش عاوزين نخيب زي ما خيبنا قصاد صن داونز في المرة اللي فاتت. اللعيبة ما كانوش رجالة بمباراة صن داونز عشان عمالين يضيعوا فرص كتير وفرص تهديفية كتير. أما الكورة جات لأحمد عبد القادر شاطها، خرج الكورة برا، ما استغلش الفرصة ديت وسجل منها كان الأهلي زمانه فايز. وإلا ديانج بقى يخطئ في خط الوسط خالص. ديانج ما ينفعش يلعب في أوروبا بالمستوى ده، لازم يقطع الكورة بشكل صحيح في خط الوسط، ولازم يرجع في الدفاع يساند زمايله، من يعود تركيزه زي الموسم اللي فات. كان جامد جدا وكان تركيزه عالي وكان ممكن يروح أوروبا، بس بالمستوى ده ديانج مش هيروح أوروبا خالص. لازم ديانج يعود لمستواه اللي احنا عارفينه، مش ديانج الخايب دلوقتي اللي مش عارف يقطع الكورة في خط الوسط ولا عارف ينقل زمايله في خط الوسط. وانا عارف ان مروان عطية احلى من ديانج في الحالة دلوقتي. لازم مارسيال كولر يراجع نفسه عشان مستوى النادي الاهلي يرجع تاني للمستوى اللي احنا عارفينه. بعد كأس العالم للأندية النادي الأهلي خاب خالص، ولازم مارسيل كولر يرجع النادي الأهلي زي الأول عشان النادي الأهلي ينافس على كل البطولات. وأنا عارف إن اللعيبة مش قادرين يعملوا حاجة في الملعب، بس لازم مارسيال كولر يعمل فيهم دفع ويدوم التشكيلة المتاحة له. لازم أن يعيد نفسه في الجهاز الفني، ولازم أن يعيد اللعيبة لمستواه زي الأول ومستوى اللعيبة البدنية زي الأول، ولازم أن يجهز اللعيبة لمواجهة القطن الكاميروني. مش هتبقى مواجهة سهلة، هتبقى مواجهة صعبة على النادي الأهلي. وانا عارف ان القطن الكاميروني مش سهل، مش مواجهة سهلة زي ما احنا عارفين. وانا عارف ان مواجهة القطن الكاميروني سهل للنادي الاهلي، بس المواجهات السهلة ديت بتبقى صعبة على النادي الاهلي، زي مباراة الداخلية والنادي الاهلي اللي تعادلوا قصادهم. لازم النادي الاهلي يستغل قواتهم وضعف نادي القطن الكاميروني. عارف ان نادي القطن الكاميروني نادي كبير ونادي عظيم وله تاريخ مع اللعيبة، واللعيبة لها تاريخ مع النادي، بس لازم ان النادي الاهلي يستغل قواته وضعف القطن الكاميروني. أنا مبقللش من القطن الكاميروني، هو كبير، هو فريق كبير وفريق عريق، ولازم ان النادي الاهلي يستغل نقاط القوة والضعف. المباراة تقوم الليلة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد السلام بتاع النادي الأهلي. هيبدأ في الجون زي عوايده محمد الشناوي اللي بقى مستواه حلو. محمد الشناوي لازم أي كورة هجمة مرتدة محمد الشناوي يخرج له ويتصدى لها. محمد الشناوي حارس كبير. قلبين الدفاع عم منعم وياسر إبراهيم، وقلبين الدفاع بازكزين يعني أقل كورة بيختلقوا الدفاع بتاع النادي الأهلي، يعني بتاع النادي الأهلي بقى دفاع
زي الشوربة، أنا مش بقلل باللعيبة، بس هو عامل زي الشوربة كده، لعيبة مش قادرة تمسك الكورة ولا تقطعها. وعلى الجبهة اليسرى وعلى الجبهة اليمين علي معلول ومحمد هاني. خط الوسط أعتقد مارسيل كولر هيبدأ باتنين، حمدي فتحي وأليو ديانج، بس أنا مش عاوز أليو ديانج يبدأ، عاوز مروان عطية مكانه، عشان أليو ديانج بقى يفتقد أي كورة وبقى مبقاش يقطع أي كورة ولا يعمل فاولات. مستوى أليو ديانج رجع خالص. مارسيل كولر يعيد حساباته كده وينزل مروان عطية بديل لديانج، بس أنا أعتقد ديانج هينزل أساسي. صانع الألعاب محمد مجدي قفشة، وعلى اليمين بيرسي تاو، وعلى الشمال طاهر محمد طاهر. بيرسي تاو ما شاء الله ومحمد طاهر بقى الاتنين سيئين للغاية، ما بيعرفوش يخشوا على واحد على واحد. لا دفاع ممتازج، مش عارفين يسجلوا من نص فرصة ولا يصنعوا حتى هدف للعيبة. واعتقد في الهجوم مش هيبدأ محمود كهربا، عشان محمود كهربا عنده وجهات بسيط، هيبدأ مكانه محمد شريف. اللي مستواه بقى راجع بشكل وحش جدا يا جدعان، ما بقاش يسجل من نص فرصة اللي احنا كنا نعرفه شريف الأولاني. شريف يرجع لمستواه، ما يخيبش زي بيرسي تاو ولا طاهر محمد طاهر ولا ديانج. وهاني وعلي معلول ما بقوش قادرين يمسكوا الكورة. هدف الداخلية اللي دخل في النادي الأهلي دي لازما أليو ديانج كان كسر اللاعب وخد طرد. اللاعب دخل على محمد هاني مرقصه وعدى منه ولف رامي ربيعة ودخل بكورة جابها جول، وعلي معلول جاي يتمشى براحته. ده الكلام اللي قدرت اقوله عن تشكيل النادي الاهلي. يلا نخش على نقاط الضعف. القطن الكاميروني هو التسديد من خارج منطقة الجزاء، بيعمل لهم سذج وبيخطئ الحارس في التصدي للكورة. واختراقات الدفاع من قلب الدفاع، بيخترقوا الدفاع بسهولة زي ما الهلال السوداني عمل وصن داونز. لازم لاعيبة النادي الأهلي يستغلوا النقطتين دول عشان يبقوا مؤاخذة مش هنعرف، بيعرفوش يلعبوا لاعيبة الأهلي ومش رجالة. لازم نفوز على القطن الكاميروني عشان سهل نفوز عليه في الكاميرون وفي مصر. على الجناح الأيمن وعلى الجناح الشمال دفاعات ساذجة، جناح الشمال سيء للغاية واليمين، لازم نستغلهم من الجبهتين دول. والقوة في ايه للاعيبة القطن الكاميروني؟ لعيبة القطن الكاميروني عندهم سرعة كبيرة. هم الجناحين، الجناح اليمين والجناح الشمال أقوى حاجة في الهجوم بتاعه. لازم علي معلول ومحمد هاني يحافظوا على الجبهتين اليمين وعلى الشمال وارتداد الهجمة عشان هم صراع جدا. كن الكاميرا كده يكون انتهت الحلقة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط اللايك عشان يوصل لك كل جديد، ونشوفك في حلقة جديدة، نشوفك في فيديو جديد، ونشوفك في تشكيلة جديدة. ومع السلامة يا جدعان. قبل ما نقفل الفيديو توقع لنا في الكومنتات نتيجة مباراة اليوم قصاد القطن الكاميروني وقصاد النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. وسلام.